همسح كل الكومنتس بتاعتكم. ايوه، اي حد هيكتب لي عادي وايه اللي فيها انت مكبره الموضوع قوي، همسح الكومنت بتاعك. لان معلش انا اسفه، يعني هو ايه الطبيعي وايه اللي عادي؟ هو انتوا عايزين تفرضوا علينا ايه؟ كاتكم القرف كلكم عايزين تفرضوا يعني علينا. انا في يوم من الايام كده تجيلي بنتي تقولي مامي I don't feel like I'm a girl, مامي I wanna be a boy. اقول لها baby you can be whatever you wanna be, it's okay honey. ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ انتوا مستوعبين انتوا بتقولوا ايه ولا بتعملوا ايه؟ ايه اللي بتقولوه ده؟ او مثلا تجي لي بنتي من المدرسه مره تقولي مامي النهارده في السكول كان في جيرل شي هاد كراش اون مي وانا مش عارفه افكر في الموضوع. sorry what the hell are you talking about, are you kidding me؟ وبعدين هو انتوا عارفين الموضوع ده بيهز عرش السماوات والارض ولا المعلومه دي مش واصله لكم؟ لا مش عادي، مش عادي ان ربنا يخلقك في احسن صوره وانت تفشخ الصورة. لا ومش بس كده، وما استكفتش بده انك ضريت نفسك وسكت، ده انت كمان عايز تضر اللي حواليك. قول لا وكاسكيليا. لا خدوا عندكم دي كمان، عايز تجبرنا ان احنا نتقبل ان انت فشخت الواقع يعني. بجد. ومحدش يقول لي دي حريه شخصيه مادام مش بيجوا علينا، مادام مش بيجبرونا ان احنا نعمل حاجه غصب عننا، مادام محدش بيتحرش بينا، دي حريه شخصيه وكل واحد يعبر عنها زي ما هو عايز. لا دي مش حريه شخصيه، ولا ده انتهاك لحقوقك انت كانسانه وانت كانسان، لان هو او هي مش هيمارسوا ده لوحدهم، ما هو هيبقى في شبههم، ما هو ده بيحصل. انا مش عارفه اقول ايه والله العظيم، انا مش فاهمه انا بشرح ايه اساسا. الموضوع مشروح، الموضوع مفهوم ومشروح ومدروس ويقرف الكلب الجربان. فلا احنا مضرورين، المجتمع كله مضرور باشكالكم. انتوا بقى عايزين حريه الشخصيه ومحدش ليه دعوه بحد، روحوا بقى بعيد عننا في كوكب اخر او في بلاد تانية بتدعم ده، لكن مش احنا، مش العرب. وبعدين سيبكوا بقى من كل ده، انتوا فاهمين ان الموضوع المقرف ده بيجيب امراض الدنيا والاخره؟ انتوا عارفين مرض الايدز ده اصلا جاي منين؟ وانتوا عارفين لحد النهارده ملوش علاج؟ انتوا فاهمين ده ولا ما انتوش مستوعبينه ولا ايه؟ يعني هو بيهز عرش السماوات والارض وبيجيب امراض وبيفسد المجتمع وبيفشخ الواقع ونتقبله ونجبر المجتمع عليه. الله الله الله. لا ومع الوقت بقى كمان نتقبل امر الواقع ونتطور فيه لدرجه ان احنا لما يبقى في اي بيرنتس في اي حته بقى في المجتمع يبقوا سيم جندر عادي، ما نستغربش. two mothers two fathers عادي. why not same؟ ايه يعني؟ ما دام in public وما فيش feelings so what؟ ده اسمه قرف. قبلتوا ما قبلتوش، احنا مش هنبطل نقول ان هو قرف، ونقول ان هو بيهز عرش السماوات والارض، ونقول ان هو غير متقبلينه، ولا النهارده ولا بعد مليون سنه هنتقبل فكر المتخلف اللي بيجيب كل الامراض في حياتنا. بالنسبه بقى الناس اللي تقول ما تمسكوش اصلا اولادكم تليفونات، انتوا معاكم حق، بس في اوقات دراسه كامله بتبقى على الموبايلات. الاطفال دول هيعملوا ايه اصلا؟ في حاجه اسمها سيلف ستارينج، يعني يقعدوا يذاكروا، يدوروا على المعلومه ويذاكروها من الانترنت. هيعملوا ايه بقى ساعتها؟ حد يكلمني، حد يقول لي، حد يجاوبني. لا هو لازم حل، لا هو لازم وقفه، لا هو لازم الموضوع يتصعد لاعلى الدرجات، لدرجه ان ده لو عمل اعلان او في اي حاجه صرحت بالقرف ده على اي منصه، المنصه دي تتغلق فورا. انا معاكم ان احنا لازم نعلم اولادنا، واحنا شخصيا كمان نتعلم ازاي نستخدم الحاجه استخدام سليم وصح نستفيد منه مش يأذينا، بس واحنا في طريقنا ان احنا نعمل الحاجات دي كلها لو سمحتوا لازم نمنع الحاجات دي كلها. شكرا.